بابا عاوز مصروفي. بابا عاوزة مصروفي. هو بابا سكت ليه؟ بابا عامل نفسي من بنها. عامل نفسه من بنها. اكيد المثل ده عدى عليكم اكتر من مرة، وكلنا طبعا فاهمين المقصود منه، بس قليل قوي فينا اللي يعرف اصل المثل ده. المثل ده مستوحى من قطر وجه بحري اللي كان بيطلع من القاهرة ولازم يمر على بنها ايا كانت وجهته. يعني بمعنى ادق نقدر نقول ان اول محطة بعد القاهرة هي بنها. فكان الناس اللي رايحين بنها بيستأذنوا من الركاب اللي رايحين وجه بحري انهم يقعدوا مكانهم لحد بنها بس، وفي محطة بنها كانوا بينزلوا وكل راكب بيرجع للكرسي بتاعه من جديد. هنا بقى ظهرت الحيلة اللي استخدمها اغلب الناس اللي رايحين لمحطات بعيدة علشان يلاقوا كرسي يقعدوا عليه. طبعا لان في عادة عند الركاب، وهي ان اللي رايح بنها بيستأذن والناس بتقوم له، فكان الركاب اللي رايحين ابعد من بنها يعملوا نفسهم من بنها عشان الناس تقوم لهم. وبعد ما يوصل القطر لمحطة بنها في ناس كتير بتنزل وبيلاقي الراكب نفسه قاعد على كرسي غير اللي كان قاعد عليه، او بمعنى اوضح بيلاقي نفسه قاعد على كرسي غير الكرسي اللي قام من عليه وسابه للي عامل نفسه من بنها. ومن وقتها اي واحد يعمل نفسه عبيط او يطنش او ياخد حاجة مش من حقه وما يهتمش لكلام حد، بقى المصريين يقولوا عليه عامل نفسه من بنها. وهنا بقى نكون وصلنا لنهاية الفيديو، فياريت ما تعملش نفسك من بنها، وانزل اعمل لايك وشير وسبسكرايب وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. خدوا بالكم من نفسكم. سلام عليكم.